بعد أسابيع من القلق بسبب ضعف التساقطات، أعادت أمطار دجنبر الأمل للوضعية المائية بالمغرب، حيث سجلت حقينة السدود ارتفاعًا مهمًا بلغ 237 مليون متر مكعب خلال أيام قليلة، لترتفع الكمية الإجمالية المخزنة إلى 5.63 مليارات متر مكعب، بنسبة ملء وطنية وصلت إلى 33.6%. وسجلت عدة سدود تحسنًا ملحوظًا، أبرزها سد سيدي محمد بن عبد الله الذي بلغ نسبة ملء تقارب 79%، وسد الوحدة الذي ارتفعت حقينته بأكثر من 30 مليون متر مكعب. في المقابل، لا يزال الوضع مقلقًا في سدود كبرى مثل سد المسيرة، الذي لم تتجاوز نسبة ملئه 3% رغم الارتفاع المسجل. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يؤكد متابعون أن الوضع المائي ما زال يحتاج إلى تساقطات إضافية ومنتظمة لضمان موسم فلاحي أفضل والتخفيف من الإجهاد المائي بعدة مناطق.